السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اللي لسه عاملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويعمل لايك على الفيديو ويعمل كومنت. الروتين بتاع النهاردة غسيل البوتاجاز وتنظيفه. زي ما انتم شايفين البوتاجاز الى حد ما غسلتوش بقالي فترة. واضح عليه اساسا يعني كمية دهون. على فكرة انا بصور لكم والكهرباء قطعة، يعني انا فاتحة الشباك علشان ينور، فهتلاقوا الشمس ساطعة شوية في البوتاجاز علشان خاطر الكهرباء قطعة. بصراحة ما استنيتش لما الكهرباء هتيجي في اخر الفيديو، هتشوفوا طبعا فرق الاضاءة. بس لاني بجد انا كنت في المطبخ وبنضف فيه، فانا قلت ايه، البوتاجاز ده لازم يتصور هو بالعفانة دي وبالدهون دي كلها طبعا. عندي هم تقيل قوي ان انا انضف البتاع ده. البوتاجاز ده عايز اللي هو على طول اول باول ان احنا نمسحه. على فكره مشجعني كتير قوي ان انا اقوم جايبه القماشه وامسح الازاز، لانه هو ازاز زي ما انتم شايفين، فبمسحه خلاص. فهو بيسهل عليا ان انا امسحه اول باول. بس مش عارفه الفتره اللي فاتت كنت مركزه ان انا اطبخ واخلص وانجز بسرعه من المطبخ، فسبته بقى بالمنظر ده. عندي البتاعه ديت كان اللي حوالين العيون كده حاجات شوربه ورز وكلام زي ده واقع. ف فانا قلت ايه، اما ارش من ده عشان يسهل عليا عمليه ان انا ايه التنظيف بسهوله يعني، زي ما انتم شايفين. فطبعا انا مسرعه لكم الفيديو بقى عشان اخلص. في ناس كتير بتقولي ما تسرعيش الفيديو. حاجات يعني ببقى حابه ان انا اسرع فيها الفيديو، زي دلوقتي تنظيف البوتاجاز ده. بقى عايز ان احنا نسرعه ننجز كده، علشان بجد فكره ان انتوا تتفرجوا على حاجه كده في لحظة، في كام دقيقة تلاقوها مش نضيفة وفي كام دقيقة تلاقوها نضيفة. ده بيشجع ويدي سرعة أكتر إن أنت أو أنتي تقومي من مكانك وتعملي الشغل ده في يعني حماس بجد. زي الناس اللي بتاكل مثلا. انا مش عايزه اكل دلوقتي، فاشوف فيديوهات حد بياكل قدامي فتلاقيني عايزه اقوم اكل. هو ده نفس الموضوع، الروتين يعني. البتاع اللي انا السترس ده رشته كده، بس مشكلته ايه بقى، ان انا لما يعني بضغط كده وبنزل العلبه اللي في ايدي قوي. يعني عايزه ان انا عشان تتبخ كويس لازم امسكها وهي واقفه، مش اللي هو انا اوطيها. فانا بوطيها كده وبحط بوزها كده على البوتاجاز علشان اعمل ابخ، فما بتبخش. فدي بتضايقني قوي، اغلبيه الوقت ما بستخدمهاش بسبب الموضوع ده. على فكره لازم عشان البخاخه تبخ كويس لازم تبقى واقفه كده. فانا ابخ كده ازاي، ما انا عايزه اعمل على العيون بس. تمام. فعشان بجيب السلك بقى وضعك زي ما انتم شايفين كده تمام، وهيبقى دلوقتي فله وشمعة منور زي ما انا قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده البتاع ده طبعا بيعمل جزء كبير ان هو بيدوب. بس برضو مش اساسي على فكرة. يعني انتوا هتشوفون دلوقتي جايب السكينة وفي حاجات كتير لازم تطلع ببوز السكينة كده. في يوم على فكرة تخيلوا ان انا سبته فترة طويلة على عين البوتاجاز، برضو الحاجة اللي ناشفة قوي وجامدة ما طلعتش. في ناس قالت لي لا، ما هو انت لازم تبخي وبعدها بدقيقتين 3 تعملي، وده اللي انا عملته. بخيت على العيون وبحاول ان انا اعمل في اي حاجة تانية وارجع لها برضو نفس الموضوع. مش اقوى حاجة زي ما انا متخيلة يعني. المنظفات دول تساعدك على تفتيت الدهون شوية وعلى إذابتها، لكن مش التخليص منها نهائي عشان تبقوا عارفين. طبعا انا نفسي اعمل الفيديو الجاي وان شاء الله ده هيبقى النهارده. لقيت حوالين البوتاجاز كده الحيطه دهون والارضيه، فمع يعني انا عملت كل حاجه في المطبخ، البوتاجاز والرخامه وكده طبعا، والنمل والصراصير. مش عايزه اقول لكم بقى في الصيف بتبقى ايه، حاجه قرف بجد، ملل يعني، الله المستعان. يعني ان انا الصيف ما بحبوش بسبب كده، لكن الشتاء رحمه في الموضوع ده. بس انا على فكره من انصار الصيف ثم الصيف ثم الصيف، راحه كده وهوا وميه لكن الشتاء لا، الشتاء كمكمه، ما بحبش كده على فكره. طبعا احنا كده ايه وصلنا عند يعتبر يعني احنا في نص الفيديو، وانا يعتبر ان خلصت ايه البوتاجاز. جبت القماشه كده ومسحت، وكانت وسخت فرحت غسلتها وجيت لقيتها ايه ما بتنشفش كويس، قمت جايبه قماشه ناشفه بقى. تمام.
وبلمع زي ما انتم شايفين كده. يا سلام، راحة نفسية، اقسم بالله راحة نفسية. اللي ما بي... اللي يعني تخيلوا قريت في مرة في بعض الفيديوهات التانية بقى، السيرة المقززة التانية ديت اللي مجرد ان احنا بنشوفها وبنرتاح لما احنا بنشوفها، زي فيديوهات مثلا بتاع الأجانب اللي بيعملوها، اللي هي مش عايزة أقولها والله العظيم بجد، اللي هي تقرف. بس في فيديوهات تانية اللي هي الأسمر، اللي هي إن احنا يقوموا مقربين المايك من بقهم ومتكلمين بصوت واطي جدا، ويلعبوا في أي حاجة بإيديهم بضوافرهم فتعمل أصوات كده، بيقولك ده بيدل على الهدوء والاسترخاء والجو ده. فيعني قريت في مرة ان مثلا الناس اللي بتستمتع بالفيديوهات دي بيبقوا مش متزنين، يعني ناس مش سوية اقسم بالله. والحمد لله انا من الناس دي. لا، مش من الناس اللي بتحب الاسمر، الاصوات دي بصراحة ما بحسش فيها باي هدوء، بحس ان هي بتعصبني. يعني ايه ان انا احط المايك قوي جنب بقي وحاطاه في بقي واقعد اقول كده بصوت بقى المايك بقى، فبيطلع لك بقى ايه ادق الاصوات اللي انت بتعملها بضوافرك او بلسانك ببقك باي شيء. ايه ده؟ مش فاهمه. ومحتوى وما شاء الله بيجيب ملايين المشاهدات، ملايين يعني. الله المستعان. اتمنى تدعموني بقى. لسه ما عملتش لايك. الكهرباء كانت جت، شفت فرق الاضاءه؟ الكهرباء دي نعمه، نعمه والله العظيم. الفتره اللي كانت الكهرباء قطعت فيها احنا كنا ضايعين. فشوف زي ما قلت لكم، جبت بقى ال اسمه ايه ده يا ربي، السكينه ببوزها كده في حاجات كده ايه، حتت سودا كده، ما بتطلعش غير بيها. طب مهما دعكت بالسلكه فلازم هي تطلع بيها. بس حابه اقول كلمتين كده، يعني ممكن يبقوا نصيحه عن تجربه عن بتاع. العلاقة بين أي اتنين صحاب، بين أي اتنين اخوات، بين الأم وأولادها، بين الاتنين متجوزين، إن احنا نبقي شخص على شخص في العلاقة. يعني مثلا كالأمهات مثلا يحبوا مثلا، يقولك في أغلبية احنا نحب مثلا الأولاني، لا بنحب الوسطاني اللي معزة أكتر، لا بنحب الأخير سكر معقود أكتر. ففي كل عيلة هتلاقي في انحياز كده من الأم والأب لشخصية معينة، أو الأب لعيل من العيال، والأم لعيل من العيال، وهكذا. الصديق لما انت تكون تصاحب ناس شلة وتلاقي اتنين كده منحازين في جنب لوحدهم، الزوج والزوجة تلاقي الزوج بينحاز اوقات كتير في اغلبية المشاكل. لما تلاقي الزوج بينحاز مثلا، يعني اول حاجة تبوظ اي علاقة بين اي اتنين، لو الشخص ده مهم عندك كزوجتك كمراتك، ان انت تحسسها ان هي رقم اتنين مش رقم واحد. بتبقي عليها شغلك، بتبقي عليها صاحبك، بتبقي عليها مجرد ان في ناس بتغير من عيالهم. يعني مثلا كان في ست مثلا لما تخلف بنت، فالاب يدلع البنت ويفضل يلعب معاه وهو داخل وهو طالع. على فكرة انت كده غلط، ده مش صح على فكرة. الام، الزوجة تاخد كل الاهتمام، وعيالك طبعا ده ياخدوا كل الاهتمام. في ناس اكيد هتقول ايه الكلام ده، والكلام ده غريب. لا، الكلام ده مش غريب. ان العلاقة تبقى ماشية سوية وتمام، محتاجة ان احنا نبقى عندنا ده على فكرة الحاجات دي بتبقى جاية تلقائية بسبب محبة الشخص اللي قدامك. يعني عشان انت بتحب الشخص اللي قدامك، بتبقى مراعي جدا ان انت ما تأذيهوش ولا تزعله خالص بأي تصرف. زي موضوع مثلا الام والاب مثلا لما ينحازوا لطفل ويسيبوا التانيين بيحبوهم وكل شيء، بس هم منحازين لده اكتر في كل شيء، في الاكل، في الشرب، في الخروجات. ما يزعلش، ما يعيطش، ما يعمل. ده انت بتولد كراهيه بين العيال وبعضها، بتولد غيره. ولما العيال يكبروا تقول هم بيكرهوا بعض ليه؟ بيكرهوا بعض ليه؟ ما هو من الصغر حضرتك انت اللي عامل فيهم كده. فبس هي النقطة دي يا جماعة، بلاش نفرق بين الأولاد من وهم صغيرين، بيحسوا جدا، والموضوع ده بيفضل يكبر معاهم لما حد ما بيكبروا ويسبب لهم عقدة نفسية. بلاش ان الراجل يهتم باصحابه بره البيت اكتر من مراته، ما ينفعش خالص. الفكرة دي يعني بتدمر بيوت.
اقسم بالله بتدمر بيوت. فكره ان احنا في اولويات في حياتنا، وفي ربنا ادانا عقل اللي احنا نقدر كويس ان احنا ما نأذيش حد بتصرفاتنا. هي ممكن تشوفوا ان هي صغيره وتافهه، بس المواقف دي بتبوظ وبتدمر بيوت يا جماعه. احنا بعد ما خلصنا المطبخ، طبعا انا طلعت على البلكونه، لقيت البلكونه مطربه، قلت اما اخدها وش كده على السريع دقيقتين 3 معاكم. شفتوا؟ كنستها الاول وبعدين مسحتها بالشرشوبه ولمعت وبقت زي الفل. لان الوقت احنا في الصيف البلكونه دي عايزه تتكنس يوم ويبقى بعد يوم، بس انا مش هكنسها لكم على طول. يعني تقولوا انتوا ما وراكيش حاجه غير كنس البلكونه، ما وراكيش حاجه غير مسح السلم. والله العظيم يا جماعه مسحنا السلم النهارده وظبطناه وكان زي الفل، بس انا ما رضيتش اصوره. قلت انتوا عايزين حاجات جديده، فما ينفعش ان انا كل لما يعني انا افعال البيت دايما ما بتخلص. يعني تنظيفات وغسيل وترويق ومسح ما بيخلص. بحبكم جدا في الله، اعملوا لايك واعملوا اشتراك. سلام.